ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد. طيب قبل ما نبدا كده يا جماعه فيعني ملحوظه بسيطه، في الفيديو ده انا مجرد بسرد قصه حصلت قبل كده، ماليش بقى اي علاقه بالاديان وشرح الاديان والحاجات دي كلها، هي بس مجرد سرد القصه، بس يعني ما لقيناش نفسنا دخلنا في تفاصيل تانية كتير. فيعني جهز نفسك كده، انزل اعمل لايك وسبسكرايب في القناه، شوف بقى لو هتجيب يعني حاجه تشربها او حاجه، ويلا نبدا. معلش بس على الصوت، يعني عندي برد مبهدلني. امريكا في الستينات والسبعينات كان فيها مشاكل كتير. اولا عنصريه شديده جدا بتفرق البلد وتقسمها نصين، ابيض واسود، حاجه خوف مش طبيعي عند الناس من ان يحصل حرب نوويه. تالت حاجه دخول امريكا في حرب فيتنام، والثلاث اسباب دول كانوا عاملين توتر وتذبذب بشكل مش طبيعي عند الناس. يظهر في الصوره في الوقت ده شخص اسمه جيم جونز. جيم يطلع في وسط الناس كده ويقول لهم والله يا جماعه يعني انا بدعو للمساواه، مفيش تفرقه ما بين ابيض او اسود، كله زي بعضه وكله بالعدل وبالحق وهكذا. شويه بشويه يفتح كنيسه والناس تبدا تروح عليها، وفجاه الناس تعجب جدا بالفكره اللي هو بيروج لها وترتبط جدا بشخصيته، خاصه ان هو شخصيته كاريزما وكده. تيجي تسالني هي تقولي طب هو ليه فتح كنيسه؟ جونز في حياته كان دايما بيتابع حوار الفلوس والاكتر ناس بتاخد فلوس وهكذا، وفي امريكا الكنايس بتجيب فلوس بنت لذينه، وده لان الكنايس في امريكا ما عليهاش ضرايب، فكان يعني السبب واضح هو ليه فتح كنيسه. واحده واحده مع زياده اتباعه في انديانا دي البلد اللي هو اتولد فيها واللي هو عمل فيها الكنيسه، بدا يروج لحاجه زي يعني ديانه جديده. الكنيسه اللي هو كان عاملها دي بقى اسمها بيبلز تمبل او معبد الناس، فكره يعني عن الديانه الجديده وان هو يعني بيساوي ما بين الناس والعدل ومفيش تفرقه وكده. شويه بشويه يبدا ينتقل ويطلع من انديانا يروح على كاليفورنيا، ومع زياده اتباعه اكتر فاكتر يطلع راجل كده في وسط الناس ويقول لهم يا جماعه انا الاله بتاعكم. You're not able to see me clearly. You have to stumble around lately through crowds and are not able to see even people's faces close up to you clearly. طبعا انت كرجل مسلم وموحد بالله هتقول يعني اكيد مفيش حد يتبعك، اكيد مفيش حد هيتبعه. الناس راحت وراه عادي جدا، الموضوع ما يقفش حد هنا ويقول لك يا معلم يلا بينا بقى نعمل الدوله بتاعتنا. يطلع الباشا من كاليفورنيا ويروح على قطعه ارض ما بين فنزويلا وجيان، الحته دي يستقروا ويبنوا بقى ان هو يبداوا يعملوا الدوله بتاعتهم، ويعمل هو يعني لان الناس دي كانوا ماشيين وراه كده وخلاص. ومن هنا تبدا المشاكل. الفتره بتاعته هناك مع الناس اللي كانوا موجودين كانت يعني لذيذه، الناس بتزرع وبتشتغل وبتعمل شغلها وبيهزروا بيرقصوا مع بعض، الدنيا في اللذيذ. لكن شويه بشويه بدا يظهر نفوذ ورغبات جيم جونز. اول حاجه الراجل خد منهم الباسبورتات بتاعتهم وبالتالي انحبسوا، ما يقدروش ان هم يخرجوا او يرجعوا امريكا تاني من غير الباسبورتات. رقم 2 عقاب شديد للي بيخالف اوامر جيم جونز. رقم 3 يعني ممنوع العلاقات الرومانسيه، وده ما عدا جيم، يعني هو بس الوحيد اللي ليه الحريه انه يعمل كده، انما بقيه الناس لا ما ينفعش. وبعد فتره من وجودهم هناك والمشاكل بدات تظهر واحده ورا الثانيه، وفي ناس بداوا يراسلوا الكونجرس في امريكا يقولوا لهم احنا يعني عايزين اهلنا اللي كانوا هناك ولا يعملوا اي حاجه. امريكا قالت لك هنبعت صحفيين على هناك يكتبوا تقرير عن الموضوع والدنيا هناك. جيم جونز قال لهم يا باشا تنوروا تعالوا مكانكم. ناس تيجي يا معلم تلاقي الناس في اللذيذ وبتهيص وبترقص والدنيا تمام، ولكن من كذا واحد كده في الخباثه بيقولوا لهم الحقونا. صحفيين يا باشا قال لك يلا بينا نرجع على امريكا عشان نقدر نساعد الناس دي بسرعه، لكن في طريقهم وهم راجعين جونز يخلص عليهم. وخلاص هنا ادرك جيم جونز ان هو اتقفش، امريكا شويه وهتبعت لك القوات بتاعتها وتخلص على الموجودين. ويطلع جيم جونز في خطابه الاخير مع الناس ويقول لهم يلا يا شباب مين اللي عايز يروح الجنه؟ وفي لحظه واحده يتوزع كاسات على الناس فيها سم، والناس كلها تشرب السم، والاطفال قبل الكبار. تحصل اكبر عمليه انتحار جماعي في تاريخ البشريه، واللي بتعدي ال 900 شخص. ومن هنا تنتهي قصه جيم جونز والاتباع بتوعه. وعلى طول هنا يا معلم يجي في دماغك قصه فرعون، ربنا عملها لنا عبره لينا كلنا. القصه دي ببساطه بتوضح لك ان مفيش حاجه تستحق العباده غير ربنا. جيم جونز اللي كان بيدعو للعدل والمساواه ما بين الناس دول، في الاول وفي الاخر هو كان عايز مصلحته هو. اول ما تملك من الناس دول بدا يستغلهم، وهو الوحيد اللي كان عنده الحقيقه انه يمارس العلاقات الرومانسيه لوحده. يعني الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. وبس يا معلم ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو فما تنساش تدعمنا باللايك، سبسكرايب على القناه. بس يا معلم اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.